جماعة صباح الخير. الناس اللي بتقول يوسف رحلوه من الإمارات ويوسف جاله إبعاد من الإمارات، طبعا يا جماعة الكلام ده إشاعات. أنا حاليا موجود في دولة الإمارات، ولا حد كلمني ولا حد قال لي أي حاجة، لأن أنا ما عملتش حاجة. طول ما أنت ما بتتعداش على القوانين وماشي محترم محدش هيكلمك، لأن الإمارات هنا هوت قانونها على الجميع، والقانون مش على كيف حد. فيا جماعة أنا موجود، وناس جميلة ومرحبين بينا وناس محترمة، وأنا بعشق دولة الإمارات. أنا ممكن تاني يوم بكرة معايا الفيزا على أمريكا أطلع على أمريكا، بس أنا بحب الإمارات وشايف الإمارات أحسن من أمريكا. أنا شايف كده، تنتقدني بقى تقول لي لا إزاي، أنا شايف الإمارات بالنسبة لي أحسن دولة في العالم. مصر بلدي الأول، الإمارات بلدي التاني، الاتنين عينين في راس. أنا بحس إن الإمارات دي بلدي، فأنا يا جماعة مش عايز إشاعات تطلع عليا اترحلت وعملت إيه أنا عشان أترحل ولا يجيلي إبعاد. الحمد لله رب العالمين، يعني اللهم لك الحمد ما شاء الله، وضعنا زي الفل، وعندنا إعلانات وبنعمل إعلانات كوميدية وبنعمل إعلانات فيها أفكار وفي شغل، وعاملين إن شاء الله حملة خير إعلانات مجانية في رمضان. فإحنا لأ، إحنا الإمارات بلدنا يا جماعة. الإمارات بجد فعلا إحنا حاسين فيها إن هي بلادنا، لا فيها عنصرية وفيها احترام، ولا فيها حد بيكلمك ولا بيقولك أي حاجة، فيها قانون محترم. فإحنا ما حصلناش حاجة، إحنا زي الفل. وأنا موجود حاليا في الإمارات، وكنت في مصر 10 أيام ولا 12 يوم، لسه جاي من يومين. كنت بطمن على والدتي، الحمد لله خرجت من العمليات، وشكرا لكل حبايبي اللي اطمنوا على أمي، وهي خرجت من العمليات، وإن شاء الله بإذن الله تبقى كويسة. وبحبكم جدا. صباح الخير.